لذلك أنا أقول لكم اللي يبي الرفعة في الدنيا قبل الآخرة عليه بكتاب الله عز وجل. أذكر موقف حق الشيخ عبد الرشيد صوفي الله يحفظه يا رب يبارك في عمره. الشيخ عبد الرشيد تعرفون أنتم عند القراءات العشر وأحد أكبر وأشهر قراء العالم يعني. الشيخ يقول مرة أبوه قال له يا بني إن أردت الدنيا فعليك بالقرآن، وإن أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإن أردت الدنيا والآخرة معا فعليك بالقرآن. والله النصات إن القرآن سبحان الله رفعة وشرف ومكنة وعزة بشكل غريب عجيب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، فيه علو منزلتكم، فيه ذكركم. هو اللي يرفع ذكرك القرآن. بالله عليكم الحين لما أنت يعني تسمع حق الشيخ محمد أيوب ولا المنشاوي ولا عبد الباسط ولا الحصري ولا الشيخ مصطفى، كلهم هذول رحمة الله عليهم من متى صار لهم متوفين؟ زين شنو محبة الناس لهم وشلون سبحان الله انتشر تبارك الرحمن كتاب الله عز وجل بأصواتهم. والله يا جماعة والله اصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني الله عز وجل يصطفي هؤلاء الناس لكي يوصلوا كلامه. ايش اللي ناطره انت؟ ليش ما يكون من اهدافك الاساسيه في حياتك انك تخلي كتاب الله عز وجل من اهم الامور ان انت خلاص تحفظ كتاب الله عز وجل وتراجع ويصير عندك ورد مستمر وخلاص تعرف يعني بانك انت الحافظ عند الله عز وجل والملائكه قبل الناس. ترى والله العظيم هذا اللي صدق المشروع اللي لازم انت تشتغل عليه. أنا دائما أكرر هذه العبارة، إحنا ندرس 12 سنة دراسية عشان ناخذ شهادة ثانوية عامة. القرآن ما يبي منك 12 سنة. القرآن لو أنت تكون صادق معه تعطيه سنتين من حياتك بإخلاص لله عز وجل، تبتغي بحفظك هذا وأنك تعمل بالقرآن وأنك أنت تتقن هذا القرآن، وأنك يقال لك اقرأ وارتق، والله ما بالك سنتين تكون من أتقن الحفاظ. بس عاد يصير باقي عمرك كله مراجعة. لازم طبعا صاحب القرآن يصير عنده ورد يومي، لازم كل يوم ما في لا حضر ولا سفر إلا يراجع ورده مثل الصلاة. بس أنا قاعد أقول لكم اللي يبي الرفعة خله يلزم هذا الكتاب، خله يكون جزء أساسي من حياته، يعطيه أفضل الأوقات لا فضل الأوقات. هذا بس كلام أخير اللي قاعد يسمعني من الشباب والبنات اللي أعمارهم يعني بسم الله عليهم الرحمن الرحيم صغيرة. زين أنت ليه عمرك يعني ليه 40 أنت صغير. زين بس أنا أخص بالذكر هذول اللي أعمارهم بالتعش. اشتغل على القرآن صح، خله جزء أساسي من حياتك، ما يعارض القرآن المذاكرة أبدا ولا دراستك ولا بزنسك ولا شيء. القرآن ما زاحم شيئا إلا بارك. بس بقول لكم آية الله عز وجل يصف فيها هذا القرآن. يقول الله عز وجل بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بعزهم وشرفهم وذكرهم اللي يرفعهم فهم عن ذكرهم معرضون. لا تصير من اللي يعرض عن الرفعة والشرف، خليك معاه العروة الوثقى.